طبعا شوية بيض بالحمص كانوا حلوين بصراحة وكانوا حكاية، مكانوش محتاجين مخلل ولا أي حاجة، بس أنا حبيت أحطهم إضافي. خلينا طبعا نشوف هنعمل ازاي، ويلا بينا. حرفيا يا جماعة بدأت طبعا أول حاجة جبت الحمص ونقعته فترة كبيرة في المية. وبعد كده مع التغيير طبعا، وبعد كده بدأت إن أنا أجيب له مية مغلية. مغلية قوي، لازم تبقى مغلية قوي على أعلى حاجة، عشان خاطر طبعا الحمص ده مش عاوزه يغيب معاه في السوا، وفي نفس الوقت عايزه ان هو يبقى مستوي معايا كويس جدا، عشان خاطر هو يبقى وجبة لوحدها كده. طبعا جبت الحمص ونزلت بيه في المية، ومش هديله ولا ملح ولا زيت ولا اي حاجة خالص. هيبقى كل دوت مثلا في الصوص اللي انا عامله، او وانا شغال مع البيض وكده هنشوف هنعملنا ازاي. طبعا جبت 3 بيضات. بدأت طبعا غسلتهم غسلة بسرعة كده، وبعد كده نقعتهم في مية عشان ما ينزلش فيهم اي تراب او اي وساخة مثلا تنزل في قلب الاكل. وبعد كده على ما يتنقع شوية جبت طبعا نص بصلاية، مش عايز اكتر من كده، وبدأت ان انا اقطعها مفروم قوي، عشان خاطر ده اللي هعمل بيه الطشة بتاعت او الاكلة بتاعت البيض. وبعد كده جبت طماطم، حاولت ان انا اقطع الطماطمايه سلايز على قد زي كأنها شيبسي، زي ما انتوا شايفين كده. لازم تبقى ارقى حاجة خالص عشان تبقى سهل حتى في الاكل، وسهلة في التخديعة. اوريكم تبقى عاملة ازاي. طبعا جبت طبعا التوابل اللي انا هستخدم بيها. اول حاجة جبت عدد ورقتين لورا، وطبعا مرقة فراخ، او ممكن تستغنى عن مرقة الفراخ عادي. طبعا جبت فلفل اسود، بس الفلفل الاسود متوسط فيه شوية، يعني ممكن معلقتين عشان استخدمه على مرحلتين. وطبعا جبت الكمون والكزبرة. طبعا من كل حاجة معلقة، بس ما عدا الفلفل الاسود هو معلقتين، عشان خاطر هقولكوا هنستخدم المعلقتين دولت على كام مرحلة. طبعا الحمص زي ما انتوا شايفين بدأ ان هو فعلا يتصفى معايا، وبدأت ان انا اصفيه بالشكل دوت. بدأت طبعا ان انا ده طبعا اتأكدت منه ان هو استوى قوي. ولازم لما يستوي اتك عليه كده اعرف ان هو استوى كويس، ويبقى كده سهل الاكل فعلا، ويبقى تمام معايا. طبعا جبت طبعا الطاسه زهر اللي انا ادخلها في الفرن. ما حبيتش ان انا اخد الحمص في كذا مرحله، لا خليته في الطاسه واحده اللي انا اخش الفرن. وجبت الزيت، ونزلت الزيت كان قوي قوي، وبعد كده نزلت بالبصلايه او نص بصلايه زي ما قلت لكم. بدات ان هي تاخد معايا الصدمه اللي انتوا شايفينها دي. طبعا خليتها ان هي طبعا وسعت مكان الطماطم اللي انا هنزل بيها. الطماطم دي انا هديها صدمه بس كده، بس بعد كده هرجع اقطعها تاني، عشان مش هينفع ان انا انزل بيها في قلب الحمص وهي نايمه. تمام كده هي خدت معايا الصدمه زي ما انتوا شايفين كده. ابدا ان انا ارفعها بالشكل دوت، عشان خاطر ما تتهرش معايا. انا عايز امسكها نفسها شويه عشان لسه تسلق او تستوي معايا في قلب الحمص مع البيض. طبعا بعد ما شلت الطماطم بدات ان انا انزل بالحمص. وبعد كده نزلت بقى بالتوابل بتاعتي. وبس قبل ما انزل بالفلفل الاسود شلت منه بتاع ربع معلقه او نص معلقه. بعد كده قلبت ده كله تاني تقليبه كويسه، خليت الحمص والتوابل ياخدوا صدمه مع بعض. بعد كده نزلت بالصوص طماطم زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وبدأ الصوص طماطم فعلا ياخد معايا تيستنج وريحه حلوه قوي. طبعا خليت ده كله قلبته كويس جدا، بس يعني لازم توابل عشان هي هتبقى في طاسة صغيرة، لازم اقلبها تقليب كذا مرة عشان خاطر تظبط معايا. طبعا الملح على حسب الرغبة. بعد كده غطيتها طبعا وخليتها تتسبك بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وبعد كده قلبتها كويس جدا. بصراحة كان الطعم كان حلو قوي. طبعا بعد ما قلبتها بدأت ان انا بالفعل انزل بالطماطم زي ما قلت لكم في قلب نص الطاسة اللي هي بتاعة الحمص. طبعا خليتها طبعا نزلت بالطماطم. بعد كده بدأت انزل بالبيض وهي الطاسة بتغلي. بعد ما نزلت بالبيض انا لقيتها مثلا 3 بيضات مش هظبط معايا الكلام شويه، رحت جايب مزود كمان بيضه. 4 بيضات هم زي ما انتم شايفين. بدات ان انزل بسنه فلفل اسود اللي هو بقيه الفلفل الاسود اللي كان عندي على وش البيض، عشان يديني تيستنج وريحه حلوه. طبعا ده خلاص كده خلص بيها على البوتاجاز، هنزل بيها في الفرن بالشكل ده. ويلا دلوقتي الصينيه بتاعتنا جاهزه، او الاكله بتاعتنا جاهزه. خلينا نشوف نطلعها هتبقى عامله ازاي. يلا اهي، شايفين عامله ازاي؟ اهي. ده اكله ايام زمان كنت انا باكلها من ايام زمان قوي. حمص بالصوص طماطم ممكن اديها سبايسي لو انا عايز اديها سبايسي عادي. ريحتها جميله قوي.
الصفارة بتاعتها مستوية كمان، يعني مفيهاش حاجة مثلا نية، حاجة كده جميلة أوي وخفيفة على المعدة. حمص، وزي ما انتوا شفتوا الوصفة عندكم، حاجة جميلة أوي. أحب أوريها لكم برضك على النور، يعني حاجة ريحتها حلوة بجد، يعني فكرة جميلة. شايفين عاملة ازاي؟ ديت كنت باكلها زمان قوي، بس نفسي راحت لها بصراحة، مش عارف اسميها ايه بصراحة، بس حاجة يعني تفتح النفس. أكلة ممكن تاكلها مع عيش، ممكن تاكلها مع ممكن تاكلها مع عيش، ممكن تاكلها مع أي حاجة من الحاجات، مع رز، بس رز أبيض، ما تاكلش غير مع رز أبيض، حاجة كده بتاعت زمان بقى، فاهمين؟ أهي شايفين عامل ازاي؟ حاجة أهي، شايفين؟ الحمص لازم يبقى مستوي قوي، والبيض كمان مستوي. طماطم لازم احط طماطم زي ما انتوا شفتوا. الفكره جميله وتستنج حلو قوي، حتى الصفار بتاعها مستوي حلو. حاجه ادي الصفار اهو، بصوا عامل ازاي. اكلها بقى مع رز، اكلها مع عيش، عيش بلدي عادي، حاجه كده زي ما الكتاب ما بيقول، حاجه تحفه فعلا. كمان كتستنج عالي. الحمص لازم اضغط عليه بالشوكه كده، يعني مستوي اهو، شايفين اهو، ده شكل الحمص. اكله جميله جدا، مفيده ومش مكلفه وحلوه. اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم. بصراحه مش هضحك عليكم، الاكله دي كان زمان كنت باكلها، زمان قوي قوي يعني. فصحيت، نمت صحيت كده لقيت نفسي عايز اعملها. بصراحه هي اكله عجباني قوي، تيستنج حلو، ريحه حلوه. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، بس اهم حاجه مش عارف اسمي الاكله دي، يعني محتار ان انا اسميها ايه. فانت اختار او انتوا اختاروا اسمها وقولوا، وانا يعني معاكم. بيض بالحمص، اكله شرقي، حاجه كويسه جدا. الصوص بتاعها مش ناشف قوي، طار بين البنين. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. طبعا انا مش هاكل دلوقتي، هاكلها قدامكم بس شويه كده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، وتقولوا رايكم، وعلى قناتي يوتيوب رامي سعد محجوب. ويلا نشوف هندوقها دلوقتي هتبقى عامله ازاي. يلا بينا عشان هندوق. ممكن بس ندوق الاول كده الاول. حمص. جميلة أوي يا جماعة، جميلة أوي. عندي مثلا عندي عيش بلدي برضو، زي ما متعود بحب أنا العيش اللي هو بتاع الفطاير بصراحة. ده بيبقى حتى لو جبته من فرن نضيف بيبقى العيش حلو كده، ينفع في أي حاجة يعني. طبعا جبت كمان مخلل من اللي أنا عامله. طبعا ممكن أديله سنة شطة كده على جنب، تمام، وأبدأ إيه أتعامل. حرفيا زي ما بقول لكم، ممكن تاكل الاكله ديت، تاكلها مثلا بتاع ده برز ابيض. جميل قوي. من رايي بلاش مخلل، وهي مظبوطه بالنسبه لي، عشان مضحكش عليكم واقول لكم لا هي حادقه ومش عارف، لا هي مش حادقه، هي مظبوطه بالنسبه لي، مظبوطه. وكمان بقى الحمص كمان مستوي، اكله جميله قوي. متنسوش طبعا تقولوا رايكم برضه زي ما قلت لكم. ان شاء الله اشوفكم حلقه جديده في اكله خفيفه، اكله سهله ومش مكلفه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى اللقاء ان شاء الله. سلام.